السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في قناة وصفات اقتصادية. اليوم ان شاء الله راح نحضر مع بعض حلوى الطابع بشكل جديد. نحتاجها لهذه الوصفة هي كيلو بيض، كيلو زيت، كيلو ناقص ملعقتين اكل سكر، 3 ملاعق اكل نشا، 3 خمارات الحلوى، نصف ملعقة قهوة خمارة الخبز، مبشور الليمون، ملعقة أكل فانيلا، رشة ملح، والفرينة. نبداو على بركة الله. نحلو البيض بالباتور ونضيفو السكر بالتدريج، نواصلو الخفق حتى يذوب السكر. نضيفو الفانيلا ثم الزيت بكميات قليلة. بعدها نضيف خمارة الخبز والنشا. نغربلو الفرينة مع الخمارة ونضيفوهم بكميات قليلة. نضيفو مبشور الليمون ونجمع المكونات كلها مع بعض بدون ما نعجنهم حتى نتحصلوا على عجينة رطبة وتتلاصق. نغطيها ونخليها ترتاح. بعد مرور نص ساعة العجينة راح تنشف. نفتحها باليد ونطبعها بالطابع. بالنسبة للعجينة الصغيرة اللي تكون في وسط الطابع نجمعوا كل 3 مع بعض. ندهنها بالبيض ونرش عليها إما سكر خشن أو جنجلان أو الحلوى. ندخلها الفرن ليكون مسخن مسبقا. هذه هي حلوى الطابع اللي حضرناها اليوم بشكل جديد، شكل رائع. نتمنى انكم تستفادوا من الوصفة والفيديو. في الأخير نقول لكم مع السلامة في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله.